على اثر الحادثه ديال التحرش اللي وقعت مؤخرا في طنجه. تم الاعتقال ديال دوك المراهقين اللي بانوا في داك الفيديو اللي كيتحرشوا بديك البنت وتيعريوها، وشفنا الفيديوهات ديال الخروج ديال الامهات ديالهم عبر عده منصات في مواقع التواصل الاجتماعي كيف العاده تيبكيو وتيطلبوا العفو للابناء ديالهم، كيف ما تيقولوا تيديروها الصغار ويوحلوا فيها الكبار. ولكن راه الا جينا نطبقوا القانون راه خصو يتطبق على كلشي في داك الفيديو، من اللي نشر الفيديو للمتحرشين للفتاة اللي تحرشوا بها، وكذلك كاينين فتيات معهم في الفيديو. اللي نشر الفيديو اولا هذا كيتعتبر تشهير وكتعتبر جريمه الكترونيه تيعاقب عليها القانون، ماشي من حقه انه ينشر ذاك الفيديو حتى الا صوروا، ماشي من حقه انه ينشروا. بحال دوك الفيديوهات كتديهم كتوجههم للسلطات وهما اللي تيديروا خدمتهم. اما انك تنوض وتصور اي واحد وتنشره فهذاك كيتعتبر تشهير وكيتعتبر جريمه الكترونيه كيعاقب عليها القانون. وكذلك البنت اللي بانت بداك اللباس اللي تحرشوا به هذوك المراهقين، اللباس اللي خرجت به راه كتعتبر اللباس ارتكبت الاخلال العلني بالحياة، وهذا تعاقب عليه كذلك القانون. اذا حتى هي تعاقب، وخاص المتحرشين كذلك يتعاقبوا، وخاص كذلك حتى دوك البنات. كاينين بنات بانوا في الفيديو حتى هما كانوا تيتحرشوا بديك البنت، تيحيدوا لها حوايجها، حتى هادو راه خصهم يتعاقبوا. وهادو هما دوك البنات، الا انتبهتوا للفيديو هادو هما دوك البنات حتى هما كانوا تيحيدوا لها الحوايج. اذا الا جينا نطبقوا القانون راه خصو يتطبق على كلشي الاخوان، ماشي نطبقوه على وحدين ووحدين لا. القانون يتطبق على الجميع باش هذا الشيء ما يتكررش. والسلام.